بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن أفضل طريقة لتخزين البطاطس أو البطاطا طبعا في البيوت. أول شيء لها 4 طرق لتخزين البطاطس. الطريقة الأولانية إن إحنا ممكن ندفنها في التراب، عمل حفرة في الأرض طبعا، ونضع البطاطس وبعد كده نحفرها، وبعد كده نحط البطاطس، وبعد كده نردم بالرمل الجافة بعيدة عن الشمس وبعيدة عن الرطوبة في مكان جيد التهوية. طبعا دي طريقة بتخلي البطاطس تعيش أكبر فترة طويلة. تاني حاجة، ممكن نحط البطاطس على الأرض ونغطيها، نحط لها شوية رمل تحتها وشوية رمل فوقها وتخزن وتغطى بالرمل. دي فترة برضه دي طريقة تخزين. الطريقة التالتة اللي هي وضع البطاطس في الشكارة الأسمنت اللي هي الورق، طبعا ديت ووضعها في أماكن جيدة التهوية. دي برضو طريقة لتخزين البطاطس حتى لا تتعفن. الطريقة الرابعة اللي هي بنحطها في مكان طبعا بنفرش تحتها رمل، وبعد كده بنكومها وبعد كده بنحط عليها قش الرز طبعا. دي طريقة للحماية. أو ممكن طبعا بنحطها في مكان مثلا ارتفاع نص متر مبني بالطوب، نضيف فيه رمل، وبعد كده نبدأ نحط البطاطس، وبعد كده نغطيها بالرمل في مكان مجفف، مكان خالي من الشمس، جيد التهوية. دي بتحفظها لفترة طويلة. والسلام عليكم ورحمة الله.